بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. كيفكم يا بنات؟ أهلا بكم في القناة ومرحبا بكم. إذا أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وما تنسوا تفعلوا زر الجرس عشان تصلكم فيديوهاتي أول بأول. يلا أخدكم معانا في جولة سريعة كده. يوم الجمعة طلعنا بعد صلاة العصر أو الساعة 3 ظهر، مشينا عشان نتسوق ونتغدى برا ونرفه شوية عن الأولاد. هنا ده كان منظر الشارع بعد صلاة المغرب، حبيت تشوفوه. ويا رب العالمين انتوا بتشاهدوا الفيديو ده تكونوا كويسين وفي الصحة، في أتم الصحة والعافية يا رب العالمين. وربنا يحفظنا ويحفظ البلاد والعباد يا رب العالمين. أول حاجة كان عندنا كم مشوار قضيناهم، مشاوير بتخص. بعد كده جينا اتغدينا في كنتاكي. I love you, mommy, my sweet, sweet mommy. You make me happy when I am sad. I always have you. كان طلبنا 3 وجبات، 1 حراق و2 عادي، وطبعا معاهم البيبسي. والحمد لله اتغدينا، وبعد كده مشينا لهايبر بندا عشان نشتري الحاجات. هنا دي الحاجات اللي أنا جبتها، تقريبا 9 أكياس أو 10. فهاخدكم جولة كده وأوريكم ليها، هوريكم ليها كيس كيس، ولو حابين مع الأسعار. وبعد كده أي كيس حفرقه وأوديه مكانه المخصص في المطبخ. يلا بينا ويلا أوريكم. نبدأ مع أول كيس من الأكياس دي. هنا جبت الكيس وطلعت الحاجات اللي فيه. هنا ده أورونيكس ورق زبدة، سعره 8 ريال. وده كيس بطاطس، وكمان كيس شعرية ب6 ريال إلا. وهنا اشترينا، حبيت أجرب للأطفال الكاجو، في دكتور نصح به جدا، هو الأفوكادو والبروكلي. فسبحان الله جبته للأولاد وحبوه وأكلوه كله. يعني أنا لما صحيت الصباح لقيته مخلصوه بالعافية عليهم يا رب. وبيقال إنه بيساعد على النمو يعني تأثيره على دماغ الأطفال حاجة حلوة. وكان اشترينا معجون كلوز اب الأخضر. بعد كده جبت الكيس التاني، اشترينا جبنة لا قشطة اللي هم ال6 ديل ب22 ريال. 1 مكرونة 6 ريال، سكسوكانية 6 ريال، لأن في اليمن دي واقعين في شعرية بالسكسوكانية مع الزبيب، حاجة كده رهيبة. وسميد، وده عصير الربيع بتاع الأطفال. هنا دي نص كيلو جبنة أو كيلو ما عارفة، نص كيلو أعتقد، نص كيلو جبنة هنغاري ب14 ريال أو 15 ريال تقريبا. ودي كانت زبدة غير مملحة، سعرها 12 ريال، من 10 ل15 ريال. أنا قلت أعمل بيها سمنة بلدي إن شاء الله. طبعا اللبان. هرجع الحاجات دي محلها وأجيب الكيس اللي بعديه. هنا بصل مسحوق أو مسحون ب11 ريال، وحليب وعصيرات.
وكمان الغسول بتاع الفم من كلوز اب سعره 11 ريال. وهنا ده الكيس اللي بعديه واشترينا فيهم ستريبس دجاج من أمريكانا سعره 40 ريال. وصراحة كان رهيب 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 بمعنى الكلمة، أولادي حبوه شديد. وهنا صدور دجاج الوطنية، أعتقد اشتريت صحنين، الواحد فيهم ب13 ريال 13 ريال. و تاني اشتريت معاهم أفخاد. ده الكيس اللي بعديه واشتريت نعناع، حزمتين نعناع ب2 ريال. هجرب طريقة تفريز النعناع لأول مرة. هنا ده بيبروني قلت أشتريه للبيتزا. مكرونة 6 ريال. أوفالتين قلت أجرب لأول مرة بسعره 36 ريال. وصراحة رهيب 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 إدمان، يعني الحمد لله. لو ما ممكن أشرب حوالي 3 كوب في اليوم، لكن الحد الأقصى اللي هو كوب واحد. واشتريت معاه كنوز اللي هو الحلاوة بتاعة الشيل، ومسحوق بتاع توم. وهنا ده عصيرات الصافي، طبعا المانجا كانت من الصافي. وده عصير ليمون بالنعناع أو عادي، نشتري دايما يا نعناع يا عادي. الحمد لله حلوين وطيبين. هنا الحب حقي صراحة جبن حلاوة شعر دي رهيبة رهيبة رهيبة، سعرها 9 ريال 11 ريال مع الضريبة أعتقد. وهنا ده كيلو أو نص كيلو كيلو طحنية سعره 6 ريال. وهنا جربت الأفوكادو اشتريه، كان سعره 13 ريال. وصراحة باظ سريع ما عارفة ليه، مع إني خليته فترة كده قلت يستوي عشان أديه الأولاد، لكن لقيته خرب أغلبه. وهنا مرقة الدجاج بتاعت بندا سعرها مناسب وكمية كتيرة، كمية وفيرة يعني. وهنا كان من ضمن الحاجات اللي اشتريناها دي السيميلاك بتاع الأطفال، ده سعره 45 ريال. وشعرية دايما بجيب كيسين شعرية وكيسين مكرونة وكيس بتاع سكسوكانية ولسان العصفور. هنا دي دجاج البشاير اللي هو الأرجل أفخاد. كيس البطاطس التاني لأني دايما قاعدة أعمل لهم بطاطس محمرة في الزيت. هنا ده سعر ليمون بدون بذر، صراحة رهيب في عصير الليمون مع نعناع. وهنا ده معجون الأطفال بتاع سيجنال بالفراولة. وأعتقد إنه دي كل الحاجات كان سعرها 600 ريال أو أقل. حاجات البيت براها يعني حاجات المطبخ 500 ريال، وفي 45 ريال و30 ريال بتاع حليب ورضاعة. هنا جبت الجبنة الهنغاري، قلت أذوقها معاكم، ده تاني يوم الصباح ومنها نفطر منها. صراحة طعمها حلو 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 شديد، يعني قريبة للجبنة حقتنا السودانية أكيد ما أحلى. وبعد كده جبت الطحنية برضو قلت أجربها، بصراحة رهيبة. وأحلى حاجة اللي هي حلاوة الشعر الطحنية دي، هنا أعتقد نص كيلو ب6 ريال. حركات سارونة تزوق معاكم الحاجات وكده. بعدين جبت حلاوة شعر دي وفتحتها وأخدت لي منها ملاقة. يا جماعة دي أقرب حاجة لحلاوة شعر السودانية اللي نعرفها بنجيبها من سوق أم درمان اللي بيلفوها علينا في قرطاس. الطعم في الأول تحسي إنه بس ياها، في النهاية بيصيرلك طعم الطحنية يعني، لكن حاجة كده رهيبة. واضح لكم رهيبة قدر شنو الملعقة بالتقيل، 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية. حتى أولادي حبوها، قاعد يجي يخبشوا منها بيدهم وياكلوها بالعافية عليهم إن شاء الله.
بعد كده جبت النعناعتين حقني غسلتهم وبحاول انشفهم كده كويس، وشفت طريقة انه بيفرزنوهم يعني بشكلهم ده او توريهم صفقة صفقة وتفرزنيهم تحطيهم في الفريزر. فانا صراحة لانه ما عندي زمن اسهل لي اني اغسلهم وادخلهم الفريزر، يعني اللي هي لو كان صبرت عليهم شوية كان ممكن انساهم في الثلاجة ويخربوا، فقلت احسن شيلون سريع سريع لانه ما عندي زمن اوريكم، ادخلهم بحالهم ده اغسلهم وادخلهم. وهنا بحاول انظف المكان اللي اتوسخ بالموية بتاعة النعناع. هنا جبت علبة نوتيلا غسلتها وخطيت فيها الفروع دي، لأنه في طريقة بتقول إنه ممكن تحفظ النعناع بالطريقة دي لأيام، فصراحة أنا جربته خطيته اللي هو يوم السبت الاثنين الثلاثة لقيته كله باظ، يعني طريقة فاشلة. فهنا قلت أسوي لي شاي بالنعناع كده ظريف أشربه وأنا برتب الحاجات دي الباقية دي. أنا تقريبا خلصت كل الحاجات بالليل، والصباح هنا جيت طلعت الفراخ عشان أرتبه معاه النعناع. يا سلام، أكتر واحدة بتحب شاي النعناع في العالم دي أنا. يوم يكون عندي نعناع في البيت بشرب كوبايتين عادي. هنا عايزة أوريكم الشاي تقيل كيف وطعمه حلو. يا الله بحب النعناع أنا، فكرة إنه يتفرزن دي حاجة رهيبة. بعد كده جبت الفراخ بتاعي طلعته وجبت موية حارة كبيتها في القدر وحننزل عليها بالفراخ كله معاه خل وملح. هخليهم حكاية بتاعت 10 دقايق، وبعد كده أجيب أكياس عن هنا نزل بيه الباتس حقته. خديت الصحانة كلها هخليهم 10 دقايق كده أقلبهم شوية، بعدين أصفي الموية حقتهم وأقسمهم في الأكياس وبدخلهم الفريزر. خلي بالك على نفسك والنبي والنبي، وحبيها كده ودلعيها عشان انتي قمر، عشان انتي جميلة. هنا حلو ومش وحش ان يكون هنا حلو وهنا حلو. هنا لما هيبقى متفائل وراضي وسعيد هنا هيبان، ومش عيب خالص انه هنا كمان احنا نشتغل عليه، مش عيب. طول ما انا حلوة في نظري فانا حلوة. بنصح أي بنت تحب حالك، انغرمي بحالك، قدري حالك، للمقابلك يحبك ويقدرك. حبي نفسك كثير 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 علشان تقدري تعطي اللي قدامك. وده بعد ما خديتهم في أكياس قسمتهم اللي هم 3 طباق اتقسموا لي على 5 أكياس. بعد كده ده اليوم التاني بعد ما فرزنت النعناع، قلت أوريكم التجربة اللي هو جبت النعناع كده عين له جامد من الفريزر، بشيل منه صفقتين أو 3 على حسب ما انتوا دايرين. لاحظوا له وخديتهم كتر نعناع يا باشا. المهم جبت النعناع وخديت منه عن لما كبيت فيه الموية الحارة، يا الله كأنه فريش. فتخيلوا انه الكيس ده يقعد معي سنة عادي. هنا بوريكم شكل النعناع عامل كيف، وبالهنا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة وفي أمان الله وحفظه.
بتمنى ألقاكم المرة الجاية كويسين ومبسوطين، ومع السلامة. وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تشيروه لأصحابكم وتدوسوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتات إذا عجبكم الفيديو ولا لا، وإذا في أي اقتراحات اكتبوها لي. يلا مع السلامة.